السلام عليكم. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد ومرحبا بكم على قناتي ماي جلام تيوبر. اليوم غادي نهضر معكم على واحد المنتج اللي كيهم اي واحد فينا، خصوصا في هذا الوقت اللي كتر فيه الضغوطات والارهاق والتغذيه ماشي ديما كتكون متوازنه ومثاليه. دونك المنتج اللي غندويو عليه اليوم هو فيتاكور ملتي فيتامين، مكمل غذائي على شكل اقراص اللي هي فواره في مجموعة من الفيتامينات الضرورية للجسم وبدون سكر. بقاو معايا في هذا الفيديو باش نعرفوا الأهمية تاع الفيتامينات بصفة عامة، شنو هو المكونات اللي كاينة في هذا الفيتامين هذا، كيفاش طريقة الاستعمال ديالو والثمن ديالو في الصيدلية. قبل ما نبداو لا فيديو ديالنا ديال اليوم، ما عليكم غير تضغطوا على زر الاشتراك، تابوناو في لاشين، خليو لي لايك او كومونتير اذا عجبك الفيديو، بارطاجيه مع الناس اللي كتبغي. دونك من الأهمية تاع الفيتامينات بصفة عامة هي واحد المواد اللي هي غذائية اللي كتكون ضروريه اللي كيحتاجها الجسم باش كيخدم مزيان. كل فيتامين عنده دور معين في الجسم، من بينهم الفيتامين سي اللي كيعزز المناعه وكيحارب الالتهابات، والفيتامينات بي كيعطيو الطاقه، كيساعدوا في الهضم وكيعاونوا الدماغ والجهاز العصبي. فيتامين او اللي كيعتبر مضاد قوي للاكسده، كيحمي الخلايا من التلف في هذا العصر ديال السرعه. الناس ولاو كياخذوا مكملات باش يعوضوا النقص اللي كاين في الغذاء، وهادشي علاش كاينين منتجات بحال فيتاكور وبزاف تاع لي فيتامين ماشي غير هذا النوع هذا. دونك من المكونات ديالو او المكونات اللي في كل قرص فيه حمض السيتريك اللي كيستعمل كمنظم للحموضه، وماده حمضيه لضبط مستوى الحموضه، بيكربونات الصوديوم اللي كتعطي الفوران، كوريكتور داسيديتي لتعديل الحموضه، سكر طبيعي بنسبه قليله جدا، فيه مواد لتحليه اللي كتكون صناعيه بنكهه البرتقال، وفيه مصدر الفيتامين او، فيتامين بي 3 اللي هو نياسين، وفيتامين بي 5 فيه دقيق الذرة محسن النكهة، والبيوتين فيتامين بي 8، وفيتامين بي 12 اللي كنعرفوه انه مهم جدا لصحة الجسم، فيتامين بي 2، فيتامين بي 9 اللي هو لاسيد فوليك، فيه فيتامين بي 6، وفيه فيتامين بي 1، الياف اللي هي غذائية طبيعية كتعاون في الهضم. المكونات فيها خلط بين الفيتامينات ومعززات ومنكهات محليات باش يكون الطعم مقبول وما يكونش سكر، وهذه ميزة مهمة في هذا المنتج. هذا الكومبليمون اليمونتير او هذا المكمل الغذائي هو ماشي دواء، هو فقط مكمل غذائي. دونك بالنسبه للناس اللي كيعانيو بشي مرض مزمن او لا الم في المفاصل او لا الم في الجسم ديالهم، راه ماشي دواء، فقط انه مكمل غذائي اللي كيعطي للجسم واحد الدفعه ديال النشاط والطاقه، وكيعاون على تقويه المناعه والتركيز ومحاربه التعب. الناس اللي كيحسوا براسهم دائما فشلانين، دايما ما كيقدروش يديروا المهمات ديالهم، الناس اللي كيقراو، دونك هذا كيعطيك واحد النشاط باش كيدوز نهارك كله طاقه وكله نشاط بدون انك ما تعيا. دونك طريقه الاستعمال ديالو كيدار قرص واحد، ما كنفوتوش الجرعه ديالنا اليوميه، قرص واحد كافي في كاس ديال الماء اللي هو كبير. من الاحسن تاخذوه في الصباح، كتخليوه حتى كيذوب بيان سور، ويفضل انه يكون في الصباح بعد الفطور. داري انكم تزيدوا الجرعه ديالكم، ما خاص تفوت الجرعه اليوميه، يعني قرص واحد في اليوم كافي. هو كيجي فيه 20 نتاع الاقراص اللي هي فواره، الثمن ديالو 90 درهم، بيان سور غتلقاوه في لا فارماسي. وزوج شكون اللي خاص ياخذ هذا المكمل الغذائي؟ المكمل الغذائي مناسب بزاف الناس اللي كيعانيو من التعب والارهاق المستمر، طلبه او الناس اللي كيقراو باغيين يزيدوا في التركيز ديالهم، رياضيين او اللي كيدير مجهود بدني، الناس الكبار في السن اللي عندهم نقص في امتصاص الفيتامينات، والناس اللي كيتبعوا ان ريجيم ولا واحد الحميه غذائيه وخاصهم يوفروا جميع الفيتامينات في الغذاء ديالهم. المكمل الغذائي ما كنعطيوش الاطفال الاقل من 15 سنه، ومن الاحسن انك تستشير الطبيب او الصيدلي اذا كنت كتستعمل ادويه اخرى. وهذا الشيء اللي كاين، نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو. هذه كنت كتقلب على مكمل غذائي اللي يكون بسيط وفعال وبدون سكر، فيتاكور ملتي فيتامين يقدر يكون اختيار زوين. جربوه وشاركوني رايكم في التعليقات واش حسيتوا بالفرق، وما تنساوش تخليو لي لايك، سبسكرايب، وتبارطاجيو الفيديو مع اي واحد مهتم بالصحه ديالو. ما عليا غنقول لكم تهلاو فراسكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.